ايوه يا حبيبتي. إنه في يوم 4 فبراير شباط 2010 حدثت لأسرتي مصيبة سوداء تثبت مدى العنصرية الاجتماعية والسياسية التي تعيشها مصر. ياه، ده انت متأخر قوي يا دكتور، ولسه جاي تكتشف الموضوع ده دلوقتي؟ طب ما هو واضح من زمان. انت بس اللي مغمي عينك ومش عايز تشوف الحقيقة. يعني انتوا متصورين انه استاذ في علم الاجتماع زيي ما كانش فاهم ان الحياة في مصر بقت مأساة؟ فاهم طبعا، بس كنت على الاقل بحاول ازرع الامل في ولادي، في الطلبة بتوعي. طب وايه اللي خلاك تتخلى عن الامل فجأة؟ ايه اللي حصل يعني؟ اللي حصل ان الحياة في البلد وصلت لمرحلة البيبي، وان اي كلام عن الامل يبقى نوع من الوقاحة. وانت جايبنا هنا كلنا بقى عايزنا نعمل ايه؟ نشيل البيبي؟ دي خريطة للأوضاع الاجتماعية في جمهورية مصر العربية في ظل المأساة اللي بتعيشها البلد. مفيش حد يقدر يعيش مطمن على كرامته وحياته وأسرته إلا الأفراد في هذه المنظومات الثلاث. أولا، منظومة الجهات السيادية، الحكومة، أمن الدولة، المخابرات بأنواعها. ثانيا، منظومة العدالة، القضاء، النيابة، الشرطة. ثالثا، منظومة الثروة. وفي الحقيقة المنظومة دي بتتعامل وتكاد تشتري المنظومتين دول. الناس دي بس هي اللي بتقدر تنام وهي مطمنة ان محدش هيقدر يأذيها ولا يبوظ لها حياتها. ولذلك نقدر نسميهم الفئات الآمنة إلى يوم الدين. أما اللي زينا حيا الله علماء، دكاترة، مدرسين، فإحنا مرشحين في أي لحظة ناخد بالجزمة. لا قيمة لنا في هذا الوطن. اللي أصبح وطنهم هم وإحنا بقينا لاجئين عندهم. وبناء على ذلك إحنا ما عندناش غير حل من اتنين. الحل الأول هو إننا نطفش من البلد دي بأقصى سرعة. هنروح فين يعني؟ الدول المحترمة اللي الناس فيها متساويين. انت جاي تقول كده دلوقتي بعد ما الهجرة اصبحت مستحيلة؟ خلاص بطلوا ياخدوا حد من العالم المتخلف بتاعنا ده. ما هو عشان كده احنا مجتمعين، علشان نفكر مع بعض في طرق غير تقليدية. يا جماعة، في حد عنده أي فكرة؟ أنا عندي فكرة. احنا ممكن نطلب اللجوء السياسي. لازم يكون لنا تاريخ في التمرد السياسي يا معتمد، واحنا ناس غلابة ماشيين جنب الحيطة. يا جماعة بقول أفكار غير تقليدية. لو على غير التقليدي أنا عندي فكرة جهنمية. اتفضل. نطلب اللجوء الجنسي. استفدى ايه الوقاحة دي؟ ده كلام الراجل ده. يا جماعة لو سمحت أستاذ، يعني إيه لجوء جنسي؟ خليك سادة وده سميح. احنا هنروح نقول لهم ان احنا عندنا مجموعة رغبات منحرفة، والناس اللي بتعايرنا يعني وتضطهدنا، واحنا عايزين نهاجر عندهم بس. ولو اترفضنا والموضوع اتعرف ساعتها هنتنفخ من جميع الجهات. يلا يا جماعة لو سمحتوا، عايز أفكار خلاقة. أنا عندي الكبيرة بقى، المضمونة 100%. قول بسرعة. أنا شايف إننا نكتب رواية نشتم فيها الإسلام، نحشيها بقى كفر وإلحاد على قد ما نقدر. لحظة لو سمحت خلونا نكمل. نروح على سفارة السويد، الدنمارك، النواحي دي يعني، ونقول لهم بقى إن إحنا مضطهدين فكريا. هي فكرة عبقرية، بس برضه لو اترفضنا هنتنفخ من جميع الجهات. الحل الثاني يا جماعة، لو فشلنا في إننا نهاجر واضطرينا نفضل في هذا الجحيم، هو إننا نحاول ننتمي إلى الفئات الآمنة. ازاي بقى واحنا زي ما قلت مجرد علماء ودكاترة؟ هننتمي للفئات العالية دي ازاي؟ بإننا نسيبهم، نتجوز منهم. لو ده حصل ساعتها هنقدر ندخل معاهم مظلة الأمان الخاصة بيهم. والله فكرة، بس اللي عنده عيال في سن جواز بقى. اتفقنا؟ بس على شرط، اللي هنساعده انه يهاجر ملزم يساعدنا كلنا، واللي هنساعده انه يتجوز من الآمنين
ملزم يأمننا كلنا. اتفقنا. خلاص بقى انت هتفلقنا. يا ستي متشكر. على كل حال بعد اذنكم انا عايزكم تفضوا لي المساحه اللي في النص دي كلها. هتعمل ايه؟ هتعرفوا دلوقتي حالا هعمل ايه. وبمناسبة احتفالنا ببداية خطتنا الكبرى للرحيل، اسمحوا لي اسمعكم مزيكا كلنا بنحبها. من هنا ورايح ما تنفعش تبقى هي دي المزيكا اللي تحرك مشاعرنا او ترقصنا. ليه بقى ان شاء الله؟ ما دام قررنا الهجره يبقى لازم نطلع الوطن القديم من جوانا بكل تفاصيله وملامحه وطعمه. بس دي عمليه صعبه قوي يا بابا. زي ما الوطن طردنا من جوانا لازم احنا كمان نطرده من جوانا. يلا نجرب تاني وانا هساعدكم. طلع الوطن من جواك. انسى طعمه، انسى تفاصيله. مش قادره يا حسن. تخلي عنه. لازم تخلع. انزعيني من قلبك وما تبكيش عليه. مكلبش قوي. صعبه قوي يا بابا.